سلام، مرحبا بكم من جديد في القانون ببساطة. في الفيديو اللي فات تكلمنا على القيود اللي كترد على حق الملكية، واليوم إن شاء الله غادي ندخلو في الأسباب الملكية. هاد الأسباب غادي نقسموها لجوج أنواع. كاين أسباب ترجع لوقائع مادية، وكاين أسباب ترجع لوقائع قانونية. أنا في هذا الفيديو غادي نركز فقط على الأسباب اللي كترجع لوقائع مادية، وغادي نشوفوا ثلاثة ديال الأسباب. السبب الأول إحياء الأرض الموات والحريم، والسبب الثاني الالتصاق، والسبب الثالث الحيازة. أما الأسباب اللي كتكون نتيجة لوقائع قانونية غادي نرجعوا ليها في فيديو آخر إن شاء الله، إلا تابعتوا معايا باش نفهموا كل سبب بطريقة بسيطة وبأمثلة من الواقع. دابا السبب الأول اللي هو إحياء الأرض الموات، نشوفوا التعريف ديالو. كيف ما شفتوا أن الأرض الموات هي ببساطة الأرض اللي ما عندها حتى صاحب عقار، يعني ماشي ديال شي واحد من الناس، وكتكون في ملكية الدولة. بحال مثلا شي أرض بعيدة في الصحراء، ما عمر شي واحد زرع فيها ولا بنى فيها، وما عمر شي واحد قال راه هادي ديالي. ودابا ملي كنقولوا إحياء الأرض الموات كنقصدوا أن شي واحد يجي ويخدم هاد الأرض المنسية ويحولها من أرض خالية ما كتصلح لوالو لأرض كتنتج. يعني الإحياء هو أنك تحيي الأرض اللي كانت ميتة وتخليها صالحة للاستعمال، وهذا هو الشرح ديال تعريف إحياء أرض الموات. ولكن هنا خصني نوضح لكم واحد المسألة مهمة بزاف. فمثلا إلا بغيتي تحيي واحد الأرض موات خصك تاخد ترخيص من جهات المسؤولة باش يتأكدوا بأن هاد الأرض ماشي ديال شي حد وما داخلاش في شي مشروع ديال الدولة، أو ما فيهاش شي مانع قانوني. يعني راه فعلا عندك الحق تحيي الأرض، ولكن بالإذن ووفق الشروط، وإلا يمكن توقع في مشكل والدولة تقدر تمنعك. إلا تأكدوا فعلا أن الأرض ما عندها حتى شي مانع، ففي هذه الحالة الأمور كتكون قانونية وانت مرتاح وانت كتخدم الأرض وما عندك لا خوف ولا قلق، حيت عندك التغطية القانونية. ودابا غادي ندوزو لشروط اكتساب الملكية بسبب إحياء الأرض الموات في المادة 224. أولا خاص الأرض تولي صالحة للاستعمال، يعني باش الواحد يولي عنده الحق في امتلاك الأرض خصو يخدمها ويصلحها وما تبقاش خالية كيف ما كانت. مثال، شي واحد لقى أرض قاحلة ما فيها والو وبدا خدم فيها، زرع فيها الخضرة ولا غرس فيها الشجر، حفر بير ولا دار شبكة ديال السقي، ولا بنى فيها شي دار ولا زريبة. في هذه الحالة راه دار مجهود وحيا الأرض ولات فيها الفايدة، وهكا كيتحقق الشرط الأول. ثانيا خاص الأرض تكون فعلا موات ماشي ديال شي حد، يعني الأرض اللي غادي يحييها خاصها ما تكونش محفظة ولا في ملكية ديال شي حد ولا حتى في ملك الدولة. إلا كانت الأرض ديال شي شخص ودارها محفظة، حتى إلا بانت منسية ما عندكش الحق تحييها. وثالثا خاصك ترخيص، إذن صريح من الجهة المختصة. يعني القانون كيعترف بالإحياء ولكن خاصك تمشي وتدفع طلب للإدارة المعينة، وهما كيرسلوك للسلطة المركزية باش يتأكدوا من الوضعية ديال الأرض. علاش؟ حيت راه أرض الموات كتدخل ضمن ملك الدولة وما يمكنش تمسها بلا إذن قانوني. ودابا غادي ندوزو للشرح آثار إحياء أرض الموات. إلا واحد الشخص احترم الشروط اللي قلنا، خدم الأرض فعلا كانت موات وخدا ترخيص من الدولة، فهنا الإحياء كيعطيه ملكية ناقصة. شنو هي هذه الملكية الناقصة؟ هي أن الدولة كتخلي ليك تستغل الأرض وتستعملها، ولكن راه ما عندكش الحق تبيعها ولا تورثها. يعني كتكون عندك غير باش تخدمها وتستافد منها، ولكن ماشي ملك تام. بحال إلا شريتي أرض، مثلا واحد الشخص حمزة خدم أرض موات، زرع فيها وبدا يستغلها وعنده رخصة، هنا الدولة كتخليه يخدم الأرض ويستافد منها، ولكن إلا بغى يبيعها لشي حد ما يقدرش، حيت راه عنده غير ملكية ناقصة ماشي تامة. وشحال خصو يحافظ على هاد الأرض؟
القانون كيعطيه واحد المده من 6 شهور حتى العام ديال الحيازه والاستغلال، يعني خصو يبقى يخدم في هذه الارض، ماشي غير يبدا وخلاها. علاش هاد المده مهمه؟ باش يبين للدوله انه فعلا جدي في الاحياء وماشي غير طامع في الارض بلا ما يخدمها. اذا خدم الارض بشكل مستمر فهاد المده كتقوي الموقف ديالو. واش الملكيه الناقصه كتولي تامه؟ نعم، من بعد الدولة كتقدر تأذن ليك باش الملكية تولي تامة، يعني تولي عنده الأرض رسميا ويقدر يبيعها ويورثها يدير بها اللي بغا. فمثلا من بعد عام ديال الخدمة الجدية في الأرض، السي حمزة مشى عند الإدارة وطلب تحويل الملكية من الناقصة للتامة. إلا شافوا أنه احترم الشروط وفعلا خدم الأرض ممكن يوافقوا ويعطوا شهادة ملكية تامة. تعريف الحريم: تخيلي عندك دار في شي دوار، ولكن باش توصلي ليها خاصك دوزي من واحد الطريق صغير، وهذا الطريق الصغير كيتسمى الحريم، حيت بلا بيه ما غاديش تقدري توصلي لدارك، يعني ضروري منه لاستغلال العقار ديالك. ثم باش نفرقوا بين العقار والحريم، العقار هو داك الارض اللي عندك اولا الدار، اما الحريم هو بحال ممر، مدخل، مجرى ماء، طريق جرار، هادو كلهم كيعاونوك باش تستغل داك العقار ديالك. ثم باش نفهمو مزيان هاد الحريم انا نعطي مثال في الباديه ومثال من المدينه. مثال من الباديه هو مثلا تخيل واحد عنده ارض فلاحيه بعيده شويه، وباش يوصل ليها خاصو يدوز من واحد الطريق ترابي وسط شي ارض. هاد الطريق راه ماشي هو الارض ديالو، ولكن ضروري يمر منه باش يوصل. مثال من المدينه، شي واحد عنده دار في زنقه مضيقه وما عندهاش باب على الشارع مباشره، ولكن عندها ممر صغير كيخرج للزنقه. هاد الممر هو اللي كيسمح ليه يدخل ويخرج من الدار. ودابا نشوفوا مشمولات الحريم وحدوده. المادة 226 كتشرح لنا بأن كل حاجة من العقارات كيتبعها حريم خاص بها. الشجرة كتحتاج المساحة باش تمد جذورها، البير خصو طريق الماء، الدار خص يكون عندها ممر ومرافق مشتركين. يعني الحريم هو المجال اللي خص تضمنه باش تقدر تستافد من العقار بلا ضرر. حريم الجماعة أو البلدة، شنو المقصود؟ هما الطرق والمداخل والمخارج ديال الجماعة أو الدوار أو البلدة. مثلا شي طريق ترابي كيدخل من الخارج للبلدة وكيمر من قدام الديور، هذا الطريق هو من الحريم، هو من حريم الجماعة، يعني خصو يبقى مفتوح وما يتسدش ولا يتبنى فيه. حريم الشجرة، مثلا ما يمكنش تبني حيط حدا شجرة ديال الزيتون ديال شي حد وتحبس عليها الضوء أو الماء، أو تحفر من حداها وتقطع الجذور حيت دخلتي في الحريم ديالها. أما حريم الدار هو مثلا دار في وسط الحومة وما كاينش طريق مباشر من الزنقة لدارك، ولكن كاين ممر صغير وسط ديور الناس كدوزي منه باش تدخلي، هذا الممر الصغير هو حريم الدار. الخلاصة، حريم الدار هو كل حاجة كيستافدوا منها السكان ديال داك الدار في الحياة اليومية ديالهم، بحال ممر، بير، سطح ولا أي حاجة كتجمعهم مع الجيران وما يقدروش يعيشوا مرتاحين في دارهم بلا بيها. وأخيرا حريم البئر أو مورد ماء سطحي، فأي بلاصة كيوصل منها الماء خاص يبقى عنده الحريم ديالو، يعني المساحة اللي كتخليه يخدم مزيان بلا ما يتضرر. ودابا غندوزو للسبب الثاني اللي هو الالتصاق. واحد عنده أرض وجارو بالغلط بنى فوق هاد الأرض جزء من دارو، مثلا شي حيط دخل شوية في الأرض ديال الجار. دابا هاد الحيط تلاصق بالأرض وما يمكنش نحيدوه بلا ما نخسروا الحيط والأرض. هنا وقع التصاق. شنو المشكل اللي كيوقع؟ المشكل هو أن هاد الالتصاق وقع بلا اتفاق بين هاد الناس، وكل واحد كيقول أن هاد الأرض ديالي والاخر كيقول هذا الحيط ديالي، وما بقاوش عارفين شكون عنده الحق وشكون صاحب الارض ولا صاحب الحيط.
والخلاصة الالتصاق هو منين شي حاجة كتلصق مع حاجة أخرى وكل وحدة ديال شخص مختلف وكيوليو بحال حاجة وحدة وصعيب تفرقهم بلا ضرر، وهذه كتخلق مشكل في الملكية. أما بالنسبة لأنواع الالتصاق فعندنا جوج أنواع، عندنا الالتصاق الطبيعي والالتصاق بفعل الإنسان. الالتصاق الطبيعي هو منين كتوقع تغيرات في الأرض بسبب الطبيعة بحال الواد البحر، وهاد التغيرات كتخلي الأرض تكبر وتصغر ولا يولي فيها شي حاجة جديدة بحال جزيرة. مثلا الطمي، تخيل معايا الواد جاب معاه التراب وخلاه فوق الارض ديالك، راه داك التراب اللي تزاد كيولي ديالك، هذه سميتها الالتصاق الطبيعي بالطمي. تاني حاجة تغيير مجرى النهر، الى النهر بدل الطريق ديالو والارض اللي كان كيغطيها بقات خاويه، راه ماشي ديالك، كتولي ديال الدوله. ثالث حاجه الجزر، اذا تزادت جزيره وسط البحر ولا نهر بلا ما يديرها شي حد، راه كتكون ملك للدوله. رابع حاجه الارض اللي كيغطيها الماء، الى الماء غطى ارضك نهائيا راه كتولي ديال الدوله، اما الى غير شويه ورجع الماء مشى كتبقى ديالك. ودابا تاني نوع اللي هو الالتصاق بفعل الانسان في الماده 231 و 238. زرع ارض ملك الغير، الماده 232. اول حاجه كاين زارع حسن النيه وكاين زارع سيء النيه. فزارع حسن النيه، اذا زرعتي ارض وانت حسن النيه وما كنتيش عارف انها ماشي ديالك، القانون كيعطيك الحق في التعويض، سواء قبل ما يخرج الزرع او من بعد، ولكن ما كتخدش الارض. باش تبقى الامور قانونيه وما تطيحش في المشاكل، خاصك ديما تتاكد من الملكيه قبل ما تزرع او تبني. نعطيو مثال، زارع حسن النيه اي ما كانش كيعرف ان الارض ماشي ديالو، فالقانون كيعاملو بلطف. وكنفرقوا بين جوج حالات، اذا جا مالك الارض قبل ما يخرج الزرع يعني قبل الحصاد، فالزارع كيستحق اجرة المثل، يعني المالك خاصو يخلصو على الخدمه اللي دار بحال الا شرا من عنده الزرع. تاني حالة، إذا جا مالك الأرض من بعد ما خرج الزرع، هنا هذاك الشخص ما عندوش حق ياخذ الزرع، ولكن الدولة كتضمن ليه التعويض مالي على المجهود ديالو. ودابا نشوفو زارع سيء النية. مثلا واحد السيد سميتو حمزة ساكن في دوار وكاين حقل كبير حدا دارو ديال واحد الراجل حاج محمد، ولكن هاد حمزة عارف مزيان ان داك الحقل ماشي ديالو، ومع ذلك قال فراسو انا غادي نغتنم الفرصة والحاج محمد راه غايب وغادي نحرث الارض ونزرعها، وحتى الى رجع غادي نكون ساليت وخديت المحصول. زرع حمزة الارض وسقاها وصبر عليها، ولكن قبل ما يحصد رجع الحاج محمد ولقاه خدام في الارض ديالو. شنو غادي يوقع؟ الحاج محمد عنده الحق يوقفه ويقول ليه يا اما تقلع داك الشيء اللي زرعتي وتمشي وانا نعطيك الثمن القلع، ولا نخلي داك الزرع عندي ولكن نخلصك غير على المصاريف اللي صرفتي، ناقص منها ثمن القلع، ماشي يعطيه الربح كامل. حيت حمزة كان سيء النية، عارف الارض ماشي ديالو ومع ذلك زرع فيها. تاني نقطة هي بناء أو غرس في أرض الغير بمواد مملوكة للباني أو الغارس، المادة 237 عن حسن النية وعن سوء النية. إلا كنتي حسن النية القانون كيحميك نسبيا، ما كيديركش في موقف صعيب بزاف، ولكن إلا كنتي سيء النية فالقانون كيكون مع صاحب العقار 100% ويقدر يخسرك بزاف. مثلا حمزة شرى أرض وبدا يبني فيها دار، ولكن من بعد تبين ان الوثائق كانت مزوره والارض في الحقيقه ديال واحد اخر. دابا هذاك حسن النيه حيت ما كانش عارف ان الارض ماشي ديالو، شنو كيقول القانون؟
أن صاحب العقار ما يقدرش يجي ويقول هدم داكشي كامل، ولكن يقدر يختار بين جوج حوايج: يعطيه ثمن المواد والأجرة اليد العاملة اللي صرفها في البني، أو يعطيه تعويض مالي على القيمة اللي زادت في الأرض بسبب البني. أما إلا كان سيء النية، عارف مزيان أن الأرض ماشي ديالو ومع ذلك بنى فيها أو غرس فيها باش يفرض أمر الواقع، ف صاحب العقار عنده جوج حوايج، جوج اختيارات: إما يحتفظ بالبناء أو الغرس ويعطيه غير ثمن المواد اللي استعملهم، ولا يطلب منه يهدم كل شيء على نفقته ويرجع الأرض كيف كانت. مثلا محمد عنده محل فيه مواد البناء بحال الحديد، السيمار، الرملة. واحد النهار حمزة خدا من داك المواد ديال محمد بلا ما يشريهم وبلا ما يستشر معاه، وبدا يبني في الدار في الأرض ديالو. فالدار دخل فيها الحديد في الساس والسمادات في الحيوط والرملة تصاوبات بها الأرضية. من بعد محمد قال ليه: اش كدير بالمواد ديالي؟ حمزة جاوبو قال ليه: دخلتهم في البني، ما بغاش يتفك. في هذه الحالة ما يمكنش نحيد الحديد، فلهذا ما يمكنش نحيدو الحديد والسيمة بلا ما نطيحو الدار. فهذاك الشيء علاش خاص حمزة يحتفظ بالبني، ولكن خصو يخلص محمد الثمن ديال الحديد والرملة والسيمة اللي هزهم ليه ويعوضو إلا تضر من هذا الشيء. وباقي لنا السبب الثالث اللي هو الحيازة، ولكن حيت فيها تفاصيل بزاف وكتستحق الشرح بوحدها خصصت ليها فيديو خاص إن شاء الله، غادي نشارك معكم فيه كل شيء بالتفصيل، فخليكم معايا وما تفوتوش الفيديو الجاي إن شاء الله. وكنتمنى نكون فسرت لكم مزيان ووصلتكم الفكرة، وشكرا بزاف على المشاهدة والدعم ديالكم، وخليوا لي رأيكم في التعليقات، ومع السلامة.